خد على الدول صور كده على طول. في هوا مفيش هوا بس اتكلم انت. ماشي. صلاة النبي احسن يا رجاله، اول استفتاح لسه النهار اهو. اللهم صل على النبي. صلاة النبي احسن. هلا اطلع صلاة على النبي يا رجاله اهو. صلاة النبي يا رجاله اول استفتاح اهو، ان شاء الله يبقى ليه. ورحمة الله وبركاته، اخواني وحبايبي متابعينا على قناة المصري الحين سمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الصحبة الحلوة والبحث عن المعشوقة سايبين القاهرة ورايحين ندور على السمكة في المنيا في بني سويف، زي ما نتفق مع بعضنا في العربية ان شاء الله وننزل على الدور ونوفيكم بالدور هناك، وان شاء الله ربنا يجعلها ان شاء الله تكون سهرة جميلة وسهرة سعيدة، وندور على الشراية اللي هي مجنيانا كلنا ونستمتع بيها بسهرة حلوة. معانا الكابتن محمود والحاج مصطفى والحاج رفعت والحاج اسماعيل اللي بيظبط العربيه، واخوكم طبعا محمد المصري، والشبل اللي بيصورنا عبده محمد المصري. طالع معانا النهارده كده في رحله نعلمه ازاي يسرح الفله وازاي يشتغل، ونشوف مع بعضينا بالليل. هنجرب في اول اليوم بالريم لو رحنا بدري، وان شاء الله بالليل هنشتغل بالبيض الارض، وهنجرب برضه بالصاحب وربنا يوفقنا ان شاء الله، وتكون النهارده سهره جميله ونوفيكم بيها ان شاء الله، ونقول فيها فنيات الصدق ايه. تحياتي ليكم ونشوفكم بقى على الماء ان شاء الله. الله وبركاته اخواني وحبايبي متابعيني على قناه المصري لتعليم صيد السمك بالصناره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا احنا وصلنا وطالعين قبل الليل، فقلت اجرب فتله الريم بالمره ونتكلم معاكم شويه عن موضوع الريم. وصيد الريم هو اهم من صيد الطعم. اصطدت بالريم كويس هتصطاد بالطعم مليون المية. يعني الاثنين مكملين بعضيهم لان هم بيشتغلوا على تسريح غماز، بس بتختلف العده عن بعضيها. العده اللي هي ايه؟ الغابه لازم تكون طريه ورقعه زي كده، غابه صلابه واحد. شوف الغابه عامله ازاي، الفله منزلها عامله ازاي، وفله صغيره. طول ما الفله صغيره وموزونه سمكه تقدر تاخدها وما تحسش بيها. الحديد اللي بنشتغل بيه من بدايه من حديد 12 حديد 12 حديد 10 كل ده مقاسات كويسه. ممكن حديد 8 ممكن حديد 7 بس حسب حجم السمك. لو السمك تقيل اللي بيقع بنغير حديد. انا النهارده هشتغل بحديد 12 لان انا لسه هجرب الميه. الريم طبعا الريم ده دي طحالب بتطلع في الترعه، بتطلع في ميه الترعه زي ما انت شايفها طحالب على هيئه حشائش خضراء بتقضي هدرات الميه في الترع في القني. في منها كذا نوع، في منها اللي هو الريم المخوش اللي هو يعتبر الريم اللي هو الناعم قوي اللي هو مسميه في بتاع الرز ده، بيبقى احسن ريمه. تلاقيها ريمه سايحه حتى تبقى صعب على الصياد، ما كانش صياد محترف يقدر يتعمل. لكن لازم انت كصياد فله لازم تتعلم صيد الريم لان هو ده المدرسه بتاعه صيد البولت. فاحنا ان شاء الله هنجرب مع بعضينا زي ما قلنا الفله تكون موزونها جامد، وتختار الدور برضو اللي انت هتمشي عليه زي ما بتمشي عليه البولت هتمشي عليه بالريم. طعم الريم سهل جدا، بتختار شعره زي كده. قرب يا عبد شويه عشان تبين لهم. طبعا دي ريمه اسواني، هي ريمه اسواني، هي ناعمه وكويسه وبتاع، بس مشكله ان هي ملهاش ريحه. الريمه البلدي اللي هي بتاع الترع والمصارف بتجيب السناره زي كده زي ما انا شايف، هي سناره 12 زي انا ما قلت اهي، وتمسكها كده وتلف لفتين عليها كده اهي. موضوع سهل جدا، تلفها كده وترجع تجيبها العكس كده وتقطع الشراشيب الزياده دي. والسناره الثانيه نفس الحكايه. انا حاطط قشره في السناره اللي فوق، السناره اللي فوق انا حاطط فيها، تلاحظوا حاطط فيها بعد 10 سم من البتاع حاطط فيها قشره اهي، شبكت في الريشه اهي، في قشره رصاص اهي عشان تسقط الريمه لتحت. والسناره اللي فوق هات القشره. اجيب لك القشره ثاني. ماشي. ادي القشره اهي، وادي الريمه مثلا مطعومه بالمنظر دوت كده. واخد الطعم الثاني برضو بنفس الطريقه. احاول ارفع الريمه عشان السناره صغيره، واشوف الاول حجم السمكه اللي بتاكل ايه. حجم السمكه اللي بتاكل كبير هكبر الريمه واكبر الحديد. الريمه بحفظها في حته مبلوله زي كده واعصرها كويس والفها، وممكن احطها في درج الثلاجه ممكن تقعد معايا اسبوع. بس هي كل ما تكون صبحه وبنت يومها يعني ايه تكون لسه جايه من الميه بتبقى احسن، بتكون ريحتها احسن. وزي ما قلنا الريمه اللي هي البلدي اللي هي بتاع الترع احسن من الريمه الاسواني. بس هي الريمه الاسواني اللي هي موجوده في السوق حاليا دلوقتي لان حراره الجو بتخلي الترع ما بتعملش ريم. وهنرمي ونتوكل على الله. بتقدر انت الطول بتاعك وتكون ميه ماشيه ماشي. وقف يا عبد الجد دلوقتي وضربنا السمك نورمه عشان ما نطولش على الناس. جاري اهو. طبعا ملوش اي لازمه سمك صغير. السمكه الصغيره زي كده تسلكها بالراحه كده تنزلها الميه تاني. وقع سمك حلو ان شاء الله برضو احنا معاكم ونصور لكم باذن الله.
الفله كده، ده هو واخد الفله اهي، الفله اهي، بص ده سمكه ده. ده اللي بياكل عريم يا جدعان، حجاري عمال ارميه، بس دي حجاريه كويسه معقوله يعني، حجمها معقول. والله انت عرفت تتحكم نفسك. بص بلعب النفس دي اماره بالسوء، هي سبب كل مشكله في الدنيا. واخد الريمه عشان ايه؟ خلاها قطعه مش عايزه ترفص. بص الصنار فين؟ يعرف يحكم نفسه. واخد الريمه فين؟ يا بنت اللذينه يسلك. صلاه النعم عليك يا عبود. السمكه الرجاله اللي بياكلوا في صهد النهارده. قليله عن المره اللي فاتت بس هتتسلي، بس بصراحه كان بيقولوا ده ليه؟ لان الهواء كاتم قوي. بياض. بياض ورجاله. اهو كده باين اهو. شنبات. بياض ورجاله. سمك يا معلم، ايه رايك يا معلم عبده؟ كويس. سهر مع محمد المصري، واحلى بولتي واحلى سمك. بص تعمل طعمها كده، بص دكيكها ازاي من راسها مش من ديلها، ماشي يا عبده؟ هتعملها كده، تشوف الطعميه التانية ومن السمك يضرب ايدك كده. الطعميه بص مقصوفه ازاي، ممشيها جوه ومزودها، وطعمها صغيره شويه زي دي كده. برضك من راس الطعميه كده، وروح جاي ايه اديها لها. ايوه كده، بص من راس الطعميه عدي المعلقه وتسيبها زي ما هي، سيبي مدلدل كده، وتنزل بقى ايه بالراحه في الميه، ما تنزلش ايه تخبط في الميه، تنزل بقى مع الفوسفوره كده بقى. بص انا امشي بقى، همشيها مش الميه اللي هخليها تجري بيها، لا انا اللي هخليها ايه تمشي، انا اللي هتحكم في مشيها. اطفي كشافك حتى عشان تبان. خير. بص خليك مع الفوسفوره كده. ممكن سمك ياخدها على طول، وممكن سمك يعوق شويه، مفيش مشكله خالص. اول ما اضرب السمك ايدي بقى ابدا اسيب له ايه واحده 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 كده بالراحه، ايه يعني انت اللي تنزل بايدك لما السمك ايه يشرب الفله. هي السمك النهارده ايه لحظك ان انت ايه النهارده جاي معايا والسمكه قليله مش زي المره اللي فاتت. فان شاء الله برضو ايه مع شويه الهواء، كان في كتمه جامده قوي في الجو، مع شويه الهواء دول السمكه ان شاء الله تشتغل حلو باذن الله. على قد ما تسرح بتسرح، ما كلتش بترجع تجيب ايه الرامي من اولها تاني زي كده. ما كلتش اهي، لو خدني سمك، بص خدني سمك وانا جاي اهو، جاي اهو، بص اهو. هي شرايه صغيره اهي، بس زي انت ما شفت كده بنسرحها واحده 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 واحده. صور عمك محمود هو جايب سمك اهو. هتسرح وتعمل زينا كده هتاخد سمك حلو. كبرت شويه يا ابويا. هتكبر وهتكبر ان شاء الله. ايه ده؟ لا ده انا جايب عاب. لا معاك اهي، معاك عادي زعلت عادي. منك يا عبده. اطلع. بالنسبه للناس اللي كانت بتسال على شغل الحداف اشتغل بسن كام، طبعا شغل الحداف بالذات يعني لو انت هتشتغل على سمك معين مثلا زي البياض، لا الاحسن تشتغل مثلا من 0.1 0.2 0.3. لو انت هتشتغل حتى لو هتشتغل بجوز الارض خليك بقى سنار 5، سنار قصدي 4، سنار 3، لكن بصاحي 0.1 0.2 0.3. ده بالنسبه لشغل الحداف. هتشتغل اي حاجه لا اشتغل بسنار 6، تيجي بقنومه صاحي عايز خد 70 يا كابتن. يعني انا بتكلم على شغل، لو بتقول اشتغل بسن كام شغل الحداف. اهم حاجه انت عايز تستهدف سمك ايه، انت ما عايز تستهدف سمك ايه. هتستهدف اي سمك، اي سمك يبقى اشتغل بايه، بسن 5 او سن 6. هتجيب قنومه، تجيب قرقور، تجيب بياضه، تيجي بقى انت وحظك. لكن انت لو نازل بالصاحي يعني مخصوص بالحداف
لا اشتغل بقى ايه ب 01 02 03 ده كويس قوي ومناسب. احنا زي ما انتم شايفين احنا بنشتغل ايه بالفله النهارده دوز الارض، واشتغلنا بالريم شويه اخر النهار كان بيقع حجاري بس. فبرضه كنا الناس اللي بتسال على ازاي اسند على الغماز زي انا ما وصفتها كده وصفها لكم تاني دلوقتي مع الراميه ديت. قرب كده عبده مع الراميه دي كده بالنسبه للفله مع الناس. بس نتعمل بس الطعميه كويسه، اهم حاجه صلح الطعميه. طول ما طعميتك وحشه، شوف انا برميها ازاي، الطعميه اللي متاكيه اللي اتاكلت واتهرت برميها واطلع الطعميه زي كده وبمسح ايدي في التراب ومن دماغ الطعميه واروح جاي ايه شاككها. يا دوبك اعدي المعلقه واسيبها. شغال بحديد كام؟ بشتغل بحديد 5 لان الشرايه رفيعه. النهارده شرايه رفيعه وقليله لان الجو كان كاتمه قوي، يا دوبك الجو لسه مهول وقت شويه. وبنزل زي ما انتم شايفين كده، بنزل بالراحه ما اعملش صوت في الميه وابدا ان انا اسرح مع الميه المشي مع اتجاه الميه، وايدي سند بقى، ايدي سند عليه. يعني ايه؟ انا اللي بمشي الغماز بمزاجي براحتي، انا بديها له ملي. طب لو السمك ضربك سيب ايدك واحده واحده، سيب ايدك واحده واحده، تنزل واحده واحده مع الغماز لحد تبص تلاقي الفله غمقت وتروح شاكم عليها على طول. برضك مع الغماز اهوت، والزملاء برضك شغالين حوالين مني اهو. اوقات بتحس ان الغماز غطس، يعني زي ما كده بتلاقي الغماز كده بيركن معايا، بروح انا راجع بايدي سن بشوفه سمك اهو زي كده، بشوفه سمك ولا مش سمك. لو سمك بيضرب ايدي، لو سمك كده اهو ضرب ايدي، ده سمك اهو، ده سمك. اروح ضاربه انا كده اهو. هي المعشوقه بتحب المصري والمصري بيحبها. بس طالع بقى المره دي ايه؟ طلع قرقور اهو، تقريبا ده قرقور، شكله كده مش بولتي. قرقور اهو. قرقور ده بقى ممكن تشكه للبياض، بس انا طبعا ما باخدش القراقير فبنزلها ميه تاني. طبعا يا جدعان قرآن الفجر بيقرا اهوت، السمكه يعني دوت الهواء لما نمش شويه السمكه بدات تاكل. كان منسوب الميه نازل منسوب كويس. احنا في قريه هنا اسمها قريه الجدامي تبع مركز مغاغه المنيا. طبعا الميات دي هناخد منها سمك كتير، بس يكون السمك يكون البحر مظبوط. النهارده الميه مش مظبوطه. مش مظبوطه ايه؟ هواء وخسيه في الميه. برضه تبصوا على السمكتين برضه كهم على عبده كده اهو. شويه سمك برضه بسم الله ما شاء الله حلوين اهم، بس برضه السمكه رفيعه مش زي المره اللي فاتت. طبعا الميه لما تظبط، والميه تربط، لا هيبقى في سمك كويس ان شاء الله. هيقع عليها بولت حلو، يعني يقع عليها بولت كويس اهو. محمود ضارب سمك اهو، احنا بنلم العده خلاص كلنا بنفنش اهو، وكله الحمد لله يعني اتراضى. قريبين من بعض. بص بقى يا عم محمود، ماشي. زي ما قلنا اهم حاجه احنا شغالين طبعا بفيابر 45 7 متر، يعني مش كل عشان احنا قاعدين على قوارب فمش فارقه طول الغابه. السونار اللي احنا شغالين بيه سونار 5 مستاد، والمكن زي ما انتم شايفين كده مكن 1000 او 2000 مكن صغير، وغاب صلابه 1 او صلابه 1 ونص. واسماعيل ضارب سمك اهوت. وروح وريهم حبه السمك بتوع عمك اسماعيل كده يا عبده، صور كده عمك اسماعيل وصور لهم حبه السمك بتوعه، ان الكل اتراضي يعني السمكه بتاكل. جوازي هلا في اخر الليل اهو كمان. والله ما اسماعيل السمكه بتاكل بس ايه يعني مش رفيعه، مش هي السمكه اللي احنا جايين عشانها. استنى بقى نجيبهم كده اهو مجواز اهو. اهو بتاعتك برضو كده.